اغتيال الشيخ مهدي العقربي جريمة متقنة بتفاصيل درامية، والسيارة ما زالت غامضة. نتابع التفاصيل. لا تزال ملابسات اغتيال الشيخ مهدي النقيلي العقربي في عدن محاطة بالغموض وسط دعوات متصاعدة للكشف عن تفاصيل التحقيقات الجارية. وقال الناشط الحقوقي ناصر الكاظمي في تصريح صحفي إن الصورة المتعلقة بالسيارة التي استخدمت في تنفيذ العملية ما زالت غير واضحة حتى اللحظة، مضيفا أن التحقيقات الأولية لم تسفر عن أي نتائج دقيقة بشأن هوية السيارة. ووصف الكاظمي الجريمة بأنها لم تكن مجرد عملية قتل عابرة، بل عملية محكمة التخطيط تحمل طابعا دراميا مثيرا للريبة، مشيرا إلى أن المسارات التي سلكتها السيارة توحي بوجود معرفة مسبقة بخطة المنطقة واستغلال لنقاط عمياء خارج نطاق تغطية كاميرات المراقبة. وأشار إلى أن هذه التفاصيل تطرح تساؤلات جدية حول جاهزية الأجهزة الأمنية وفعالية أنظمة المراقبة في المدينة، داعيا الجهات المعنية إلى إعلان نتائج التحقيقات بشفافية وعدم الاكتفاء ببيانات عامة لا تقدم إجابات للرأي العام. ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه عدن حالة من الغضب الشعبي والسياسي عقب اغتيال الشيخ النقيلي العقربي، أحد أبرز الوجهات الاجتماعية، في حادثة تعيد إلى الأذهان سلسلة الاغتيالات التي استهدفت شخصيات سياسية ودينية خلال الأعوام الماضية، مما يفاقم المخاوف من عودة حالة عدم الاستقرار إلى المدينة.